البطه هي ميته بقى مش صاحيه. يا سبحان الله لسه فيها الروح. سبحان الله 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 يا قدرتك يا الله. لسه فيها الروح لسه فيها الروح. بس هي خلاص كانت ساعة خالص تقريبا، هي كانت بتموت، معرفش بقى هتعيش ولا مش هتعيش. يا سبحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح كل حاجة حلوة كده معاكم. النهاردة فيديو جميل جدا جدا، من أحب الفيديوهات على قلبي، هو فيديو الفأس والتطليع. البطة ديت بتطلع في البط من بالليل، من الساعة 12 بالليل، وانت طلعت لها ايه اللي عرفك يا مشاهدة؟ هقول لكم يا جماعة. طبعا البطه ديت راقده هنا وجنبها كده بشويه، انا بس لما بلف كده بالتليفون الصوره بتغروش. بطه تانية راقده اهي، بس دي راقده بقالها حوالي ايه 8 ايام كده، راقده بقالها حوالي 8 ايام او 9 ايام. الحمد لله. فحصت بيض البطه دي لقيته ما شاء الله شغال، ربنا يبارك لنا فيهم ويطعمنا منهم خير يا رب، اللهم امين. ديت بقى ايه، شايفين قشور البيض دي؟ قشور البيض دي والله وبالله يعني من بالليل. طيب طلعت لها بالليل ليا مشاهده في نص الليل، علشان لازم اراعي حاجتي، ولازم الاهتمام بالحاجه يا جماعه، لازم الاهتمام بالحاجه. اهتميت بحاجتك ومثلا البطه ما طلعتش البط كله، او طلع شيء وفي شيء ما طلعش لا قدر الله، خلاص انا عملت اللي عليا، ما بقاش شلت ذنبها، ده اول حاجه. الحاجه التانية ما بقاش قصرت في شغلي، فبحاول الحمد لله الحمد لله على قدر المستطاع ان انا اراعي حاجتي. طبعا وانا بقفل المغربيه كان البيض لسه ما طلعش، فخلاص نزلت وقلت ايه هبقى اطلع لها نص الليل كده اشوفها، علشان احيانا لما بكون بتطلع بكون محتاجه مساعده، محتاجه ان انا اشيل لها القشور واشيل لها الحاجات دي. فالمهم لقيتها بالليل طلعت نص البط، وكان النص لسه. شلت لها كل القشور، شلت لها كل القشور بتاع البط اللي طلع، كان طالع ميه لسه يعني. وحطت لها التقفيصه دي والطوبه دي. انا بقول لكم هنا التصرف ليه، لان البط اللي طلع بالليل ده على الصبح بدري هيكون نشف، ممكن يسحب من تحت منها وفر يشده ولا حاجه تشده خساره. فقمت قافله عليها بالتقفيصه دي كده، وحاطه طوبه عشان التقفيصه تبقى تقيله ما تتحركش، وخلاص قلت عشان ايه، بحيث ان مفيش اي بطه تعرف تطلع منها. ده بيكون التصرف. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو، علشان الفيديو بتاعنا يترفع ويبقى جزاكم الله كل خير. طبعا البطه دي اللي كانت مطلعه لي كتاكيت من يومين، وهوريكم برضو الكتاكيت بتاعتها اللي كانت طالعه، بس انا عايزه اعرف بس هي طلعت بقيه البيض اللي تحتها ولا عملت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت لايكات يا جماعه، يا ريت لايكات للفيديو، يا ريت لايكات للفيديو. طبعا البطه بتبقى راقده على عدد، ووقت الطلوع احنا ورزقنا اهي. تقريبا البطه ديت اهي ماتت جوه البيضه اهي اهي، مع ان انا والله مرضتش اطلعها بالليل، قلت علشان ايه، ولا هي لسه فيها نفس ولا ايه، مرضتش اطلعها بالليل، قلت علشان هسيبها تطلع لوحدها هي تدفيها وتطلعها. تقريبا هي سابتها بردت، تقريبا هي سابتها بردت، لان البيضه ساقعه مش سخنه. هي دي المشكله، لما البطه بتتلهى في حاجه بتطلع. بسم الله. البطه هي ميته بقى مش صاحيه. يا سبحان الله لسه فيها الروح. سبحان الله 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 يا قدرتك يا الله. لسه فيها الروح لسه فيها الروح. بس هي خلاص كانت ساعة خالص تقريبا، هي كانت بتموت، معرفش بقى هتعيش ولا مش هتعيش. يا سبحان الله يا سبحان الله. اهي البطة كاملة ومتبرزة على نفسها، وسبحان الله سبحان الله سبحان الله. هسيبها لها كده تحت منها تدفيها كده، لعل وعسى ايه ان هي تدفيها وتكون كويسه. اهي طبعا انا مرضتش امبارح ان انا اشيلها منها، ان انا اطلعها من البيضه، يعني قلت هي هتدفيها وهتطلع. بس سبحان الله تقريبا بقى هي انشغلت باللي طلع وفرحت بيه، وبرضو ان هي ثابته. عشان كده يا جماعه انا ما بحجزش اي بط تحت ما بحجزش اي بط لاي حد يكون البطه راقده عليه. ليه؟ ممكن البطه تكون راقده على 20 بيضه وما تطلعليش الا 15. ممكن تكون راقده مثلا، اصل الناس بتقعد تقول لي ايه، طب مثلا البطه تحتها كام بيضه مثلا، نعمل حسابنا هيطلع قد ايه، مش ينفعش.
لان ده رزق انا بستناه زيكم. ممكن يبقى في ايدك وفي ثانيه يروح منك، ما هي دي الدنيا. فالحمد لله فضل ونعمه انها جت على قد كده. الحمد لله ايا كان الرزق انا دايما راضيه بيه، بس بنحاول دايما نتعلم من اي خطأ بيحصل. الحمد لله ان هي طلعت دول. انا ما رضيتش اشيل البط منها من بالليل اللي طلع، لان الجو الايام دي برد جدا، يعني غير الايام اللي فاتت خالص، فما كانش هينفع ان انا اشيله منها. قلت اسيبها لما تطلع بقيه اللي تحت منها على بعضهم، علشان هي تدفيهم كويس. وهي فعلا كانت مخبياهم ومدفياهم كويس ومنشفاهم اهيت، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا دول الكتاكيت اللي كانوا طالعين منها من 3 ايام اهو لما صورت لكم. وكانت كانت هي مطلعه الكتاكيت دي اهم، حتى تلاقوا الكتاكيت ما شاء الله كبرت شويه ازاي اهم، جناحهم بدا يريش ازاي. انا دلوقتي لو جيت احط لها الكتاكيت كده، احتمال ان هي تخاف منهم، احتمال ان هي ترفضهم، مع ان هم اولادها وهي مطلعاهم، كنت مصوراهم معاكم وهي بتطلعهم. يبقى ده يعتبر الحمد لله ايه، ده مجموع اللي هي طلعتهم، بط وكتاكيت. تقريبا كانت راضيه على كانوا 12 بيضه باين، تهيألي كده. هي كانت راضيه باين على 14، وبيضه اتكسرت غصب عنها، والبيضه التانية باظت او فصلت مانيش متذكره، فرست على ال 12. وكان تحتها حوالي 7 لا كان تحتها 9 بيضات فراخ كمان، لان انا كنت مكمله لها لحد 21. اتسالت كتير طب نرص البطه بيض قد ايه يا جماعه؟ البطه اللي حجمها كويس مثلا وزنها 2 كيلو ونص وتساع معاكي لحد 21 بيضه، طب هنعرف ازاي حضرتك رص لها البيض اللي انت عايزه ترصيه بزياده عن البيض بتاعها، وشوفي هي قادره تغطيه ولا مش قادره. قادره تغطيه كله تماما خلاص ماشي، بس ما فيش بطه هتشيل معاكي عدد اكبر من كده. يعني حتى لو هي البطه غطت عدد بيض اكتر من 21 بيضه او 22 مش هتطلع الزياده، هي مش هتعرف تطلعهم لانها مش هتعرف تقلب كله. فطبعا لما طلعت الكتاكيت انا قلت لحضراتكم الفيديو اللي فات ان انا ما ببقاش متذكره الميعاد بالظبط، علشان كده كنت رصاهم لها بدري عن ميعادها لما اقوم، لان ما كنتش عامله حسابي ان انا هحط لها بيض فراخ اصلا. بس انا قلت طالما هي مش بيضه كتير، لان البطه دي اميه عندي، فخلاص يعني تقريبا هي هتغير ريش بعد الوش ده على طول. اخواتها حاليا بدأوا يغيروا ريش بعد ما طلعوا الايام اللي فاتت، فالحمد لله. طيب فقلت استفاد واكمل لها كم بيضه فراخ، فالحمد لله ده الرزق اللي طلع لنا. طيب ده بالنسبه للبطه. بالنسبه للبطه اللي بتغير ريش، عشان انا سالت كتير جدا جدا جدا، الحمد لله ده الرزق اللي طلع لنا فضل ونعمه وعدل من عند ربنا. البطه ديت لو كانت شرسه كانت صعب ان هي تطلع بيض الكتاكيت اصلا، انما البطه اللي بتلاقيها طيبه وهاديه شويه دي الحمد لله ربنا بيكرمنا منها وبتطلع على خير بيض الفراخ. البطه هتفضل قد ايه بقى تغير ريشها؟ ده يا جماعه بتفضل شهرين ونص. شهرين ونص البطه بتعمل ايه؟ بتكون طلعت عندي 6 بطون في السنه. 6 بطون يعني 6 مرات رقد، كل بطن على حسب الرزق اللي ربنا يبعته. تمام، ما احناش يعني العدد ده رزق من عند ربنا بالنسبه للعدد. طيب هي رقدت 6 بطون بتعمل ايه بقى؟ هتيجي مثلا يعني دي مثلا انا مش فاكره دي بطن الكام يعني، مثلا لو هي دلوقتي دي بطن مثلا كانت الستة، فهتقوم تعمل ايه؟ طبعا البطن الستة دي بيكون عدد ولادها قليلين، البطن الستة او البطن الخمسة بيكون مثلا 15 بيضة، ما يتعدوش كده، 15 14 ممكن 16 ما يتعدوش كده. فالبطه بقى بتعمل ايه؟ بتغير ريش، تفضل طول الشهرين ونص تاكل وتشرب وتتغذى وتغير ريشها كله، وتكون عنقود بيض جديد كامل اكنها لسه الاول مره تبيض. وبعد كده بتبتدي ان هي تبيض من الاول اكنها لسه اول مره تبيض، وتجيب عدد بيض كويس. بس بيكون الفرق ان حجم البيض بيكون كبير، بيكون الخلفه بتاعتها ما شاء الله ما شاء الله حجمها كويس جدا. عشان بس ايه تكونوا عارفين معايا، هي البطه دي اصلا بطه من الامهات القديمه اللي عندي، حتى هتلاقوا ما شاء الله وزنها عالي. والله كنت خايفه وانا برص لها بيض فراخ نتكسره، وبالفعل صحيح، وبالفعل لما كانت بتطلع بيض الفراخ ده انا كنت موريها لكم، كانت مدغدغه ازاي، كانت دايسه عليه مدغدغه ازاي، لان البيض بيجي في اليوم اللي هيطلع فيه بيكون نقر، بيكون القشره رقت جدا. لو البطه وزنها تقيل بقى القشر ده بيتكسر على الجنين لو ما لحقتهوش خلاص. انما لو هي وزنها خفيف عادي، ما البيض بنقر ويطلع عادي، ما بتكسرش القشر اللي بره ولا حاجه، لان البطه نفسها بتكون خفيفه. حبيت اصور معاكم الفيديو ده للافاده،
يا رب اكون قدرت افيدكم ولو حتى بمعلومه صغيره. ده غرضي من الفيديوهات. وطبعا انا بصور الفيديوهات دي لكل حبايبنا اللي بيقولوا لي احنا بنحب فيديوهات الفأس والخير والتطليع. هو ده شغل يا جماعه، هو ده محتوايا. النهارده لقيته عندي في فيديو الروتين او فيديو التطليع بط، الفيديو جاي مش هتلاقوه، الفيديو اللي بعده مش هتلاقوه، هتلاقوا حاجه تانية. طب ما احنا بنلاقي بط وتطليع برضو عادي، ما هو ده شغلي. فاللي بيحصل في يومي عنده طيوري انا بصوره معاكم، دي حاجه. الحاجة التانية مش هتلاقوه ليه، لان طبعا اللي بيطلع الحمد لله ربنا بيكرمني وبيتباع، فشيء طبيعي. لو شفتوه معايا حضنته مثلا اول اسبوع ولا اول اسبوعين من خلال الروتين اللي انا بصوره، وبعد كده طب انتوا كنتوا بتحضنيه وده فين يا مشاهد؟ ما هو خلاص مش موجود، هو اتباع. لاني ما بحبش ابيع الطيور في اليوم اللي بتطلع فيه ولا تاني يوم. دي حاجه مني انا بقى للناس الجميله اللي بتشتري مني. ليه بقى؟ علشان ممكن يطلع بطه مثلا عندها التهاب سري، ممكن بطه يطلع مثلا مش مظبوطه لسه في الحركه قوي، فبستنى كده اما البطه تخشن كده وتعرف تاكل وتعرف تشرب وتكون سرتها ظبطت معاها وحجمها كبر شويه، واديها للي هيشتريها ان هو ايه ياخدها متربيه جاهزه كده يربيها على طول. يعني دي حاجه مني انا احسن. مثلا ما طلع الحاجه عمر يوم تلاقي بطتين عندهم التهاب سري او بطه او مثلا ما يعرفش مثلا يحضرهم كويس او يوفر لهم درجه الحراره كويسه فيحصل لهم حاجه، اقول لو حتى حصل لهم حاجه يبقى عندي، يبقى ليا يعني. وربنا بيدي لكل واحد على قد نيته والله يا جماعه، والله ربنا بيرزق كل واحد على قد نيته. واقول لو ليا فيهم نصيب ان هم يكملوا ويعيشوا ويكبروا ويرزقني منهم خير بيكون، ماليش نصيب فيه خلاص انا عملت اللي عليا. يعني انا كده يعني على الاقل ما بقاش قصرت في حاجه. كل القشور دي انا بشيلها ارميها للفراخ. اخواتنا اللي بيقولوا لي رمي القشور دي للفراخ بتعلمهم ياكلوا البيض، ابدا. انا من سنين وانا برمي القشور للفراخ، سواء قشور بيض بلدي مقلي او مسلوق او القشور اللي بتطلع دي برميها للفراخ لان فيها نسبه كالسيوم عاليه. فراخك لو كلت البيض ملهاش دعوه بالقشر خالص خالص، ملهاش دعوه بالقشر خالص. دي ممكن، والغالب ده بيحصل عندي، بيكونوا مثلا هم بيبيضوا كسروا بيض اثناء ما كانت البطه راقده، فرخه راقده بالبيض، كسرت بيض غصب عنها، بيضه الفرخه اللي قبل منها اللي كانت بيضه، فغصب عنها اتكسرت فكلوها. فهم كلوها عشان غصب عنها اتكسرت، مش عشان هم عندهم نقص كالسيوم. طالما مأسسه فراخك كويس في العلف وبتدي لهم نسبه علف مع الخلطه اللي بياكلوها طول الفتره بقى وهم بيبيضوا وقبل البيض، تعلمي كده ان هم عمرهم ما هياكلوا البيض الا اذا البيضه اتكسرت وهم كلوها، عشان هي شيء طبيعي بقى زيها زي اي خضار اي هرسه بنحطها لهم فكلوها، مش كلوها عشان عندهم نقص كالسيوم. هبتدي الحمد لله ربنا يبارك لنا في الرزق بتاعنا يا رب اللهم امين. هو ده الرزق اللي مكتوب لنا منهم. بالنسبه للبطه الناشفه بقى انا هشيلها احطها وسطهم تحت وهشغل لهم لمبه، لها نصيب تعيش هتعيش، ما لهاش نصيب خلاص كده. البطه معلش هترضى ترقد عليهم اكتر من كده، لان انا اصلا جيت لقيتها واقفه عليهم مش راقده، لا لقيتها واقفه، فخلاص هي واقفه كده عمرها ما هتدفي البطه التانيه اللي هي لسه طالعه حالا دي. لو لسه ربنا يعني كاتب لنا منها رزق ويبقى فيها روح وكده وتكمل هتكمل. حبيت اصور معاكم الفيديو ده كده على السريع. يا رب يكون الفيديو كان مفيد لحضراتكم. ربنا يرزقنا ويرزقكم بالرزق الوفير يا رب اللي يملى بيوتنا ويجعل بيوتنا دايما وبيوتكم دايما عمرنا بالخير يا رب اللهم امين. اترككم في رعاية الله وحفظه.